ويا صباح الخير بيومنا الثالث من سلسلة كيف أقضي أجمل الأيام السياحية في لبنان. صباح الخير من بيت مري، شوفوا هالمنظر على ارتفاع 700 متر، بيروت كلها تحتنا. وبداية يا اخوان اليوم كمان متجهين على شمال لبنان على اماكن مميزة نظمت لكم اياها، 5 اماكن من افضل الاماكن اللي ممكن تزوروها، كمان فيها مدن سياحية، شلالات، انهر، جبال، ثلج، مغامرات. فهيك اليوم الرحلة مميزة. وكالعادة انا طالع مع صديقي جلبير ينظم رحلات سياحية لأي شخص حاب يطلع معه، رقمه وانستغرامه بالوصف، هو ينظم رحلات سياحية، فتوفروا على حالكم جهد ووقت. وهيك يكون وصلنا المكان رقم 1، شلالات أفأة. بداية يا اخوان شلالات أفأة تبعد عن بيروت ما يقارب 60 كيلومتر، ونحن هلا على ارتفاع ما يقارب 1200 متر. هاي الشلالات تعد من شلالات لبنان المميزة. هون بالصيف يعني فيك تنزل تسبح بهاي البحيرة، ولون المي مميز. وبهذا المكان المميز فيه انه تشوف بنفس المكان ممكن تشوف 10 شلالات. واكيد بالصيف تصير الاجواء اجمل من هيك، تصير الطبيعة بكل مكان. وهون اكيد بتفتح المطاعم والكافيهات وتصير اجواء مختلفة ومميزة. هلا راح نمشي شوي نشوف كم شلال راح نصادف بنفس المكان، واكيد فوق في المغارة لتتعرفوا عليها. وصلنا على أفأة، هي أكثر مرة السنة بيكون الشلال قوي فيها، شوفوا شو حلو. أكيد ما ننسى إنه إحنا هون بين الجبال بنشوف الجبال والشلالات والوديان والأنهر، والمكان كل ما إجا الصيف زاد المكان جمالا. وهذا المكان يعني مكان طبيعي ما في لا تيكت ولا شيء، أي شخص فيه يجي لهون ويستمتع بجمال المكان. وهيك يكون وصلنا داخل المغارة، المكان اللي تنبع منه المي. هيك يكون وصلنا أعماق داخل المغارة، ومن هون تنبع المي من داخل الجبل، وهاي المغارة ليكون. وهيك يكون تعرفتوا على هذا المكان المميز الجميل. وأكيد أنا الأماكن اللي منظمها هي من أهم وأجمل وأفضل الأماكن السياحية في لبنان. وهلأ منتقلين على المكان رقم 2، العقورة وبحيرات العقورة وهالطبيعة الخلابة، شوف هالمنظر. وصلنا المكان رقم 2، منطقة اللقلوق. وصلنا على اللقلوق، والمميز باللقلوق انها كلها متلانة بحيرات. هالبحيرات كلها بتغذي كل شجرة تفاح بالمنطقة. نحن هون ارتفاع 1930 متر. هنيك ورا هذا الجبل هنيك في أرز جاج، هنيك تحت أهمج. هذيك الجبال اللي مبينة علينا هنيك صارت جبال كسروان يلي هلا قبل شوي مرقنا عليها من أمز ليسا في حراجيل، والجبل على العالي هنيك هذا صنين. وكيف ما برمتوا بمنطقة اللقلوق بتشوفوا الوديان والجبال والطبيعة، والأهم من هيك واللي كثار من الناس تقصد هاي القرية انه تشوفوا البحيرات. القرية فيها العديد من البحيرات المميزة، وراح احط لكم اجواء. هلا البحيرات هيك اجواء يعني ثلجة، لكن بالصيف تكون اجواء هيك مي، وكل داير ما يدوره طبيعة. واتمنى من الجميع اللي يشاهدون فيديوهاتي يتابعونا للنهاية، لأنه ممكن آخر الفيديو يكون فيه نصايح جدا مهمة، ويرجع للفيديوهات القديمة يعني مثل الحلقة الأولى والثانية والثالثة من هاي السلسلة. وهيك يكون كفلنا مشوارنا بعد اللقلوق بما يقارب 20 دقيقة. وصلنا المكان رقم 3، بالوع بلعة. بداية قبل ما نتعرف على بالوع بلعة لنعطيكم كم معلومة عن المكان. أولا هون المكان فيه له تيكت، لكن التيكت كتير رخيص، نصف دولار. ثانيا هون المكان لننزل على بالوع بلعة في درجة ما يقارب 100 درجة. ثالثا في أنشطة مثل التلفريك والزبلاين هيك صغار، لكن هلأ بالشتي مسكرين. ورابعا المكان خطر على الأطفال، يعني إذا كان معكم أطفال خلوهن فوق، ما بنصح إنه تنزلوهن معكم. هلا انا الاوان لنعرفكم على بالوع بلعة. بالوع بلعة هو عبارة عن مكان من تكوين الطبيعة، بالوعة لتحت الارض، والشلال يصب بالبالوعة. ومكان كثار من السياح تقصد هذا المكان لانه مكان طبيعي وخلاب، وهيك صاير بين الجبال. الثلج اللي بيدوب جبال اللقلوق. في عندنا نبع الشيخ هون بيتجمعوا بينزلوا هون بالشلال، طوله 141 متر لتحت للاول البلوع،
ولتحت للبيلوع، من فوق لتحت طوله 255 متر. المي بتكمل بقولوا بتطهر على نهر الجوز. وهيك يكون تعرفتوا على المكان رقم 3 ومكفين على المكان رقم 4. يلا بعدنا مكفين طريقنا على المكان رقم 4، لكن مثل ما حكيت على الطريق بتشوف اماكن خلابه بتوقف، يعني ليكو النهر، الطبيعه محاوطه النهر، شجر الارز، وليكو الثلج هون. فكل ما تمشوا شوي بهاي الاماكن بتشوفوا طبيعه ولا اروع. قد ما بدي واحكي عن طبيعه لبنان، هالمناظر الحلوه مشبع، هاللقلوق اهمل على بيت التزلج هون باللقلوق. محبسة عناية مار شربل، من هون لما يكون الطقس نت بتشوف بيروت. شفت هالجبال كلها اليوم برمناها. شوف وهيك يكون وصلنا المكان رقم 4، محبسة مار شربل عناية. محبسة مار شربل مكان كثار من السياح تقصده، هو مكان ديني للطائفة المسيحية، بيجوا بيصلوا فيه. كثار من السياح تجي كمان لهون تتعرف على المكان، وأكيد في طبيعة وأجواء مميزة. هون كان ينام مار شربل. مار شربل كان يقول ما تشوف شو ناقصك، شوف شو الله عطيك. والمكان اللي كنا فيه هلأ هو محبسة مار شربل، المكان اللي كان عايش فيه. وهون تمشي 5 دقايق عن المكان اللي كنا فيه تصل دير مار شربل. وهون دير مرمرون عناية، مزار مار شربل. وضوينا هالشمعة على نية لبنان. وهيك يكون انتهينا من المكان رقم 4 ومنتقلين على المكان اللي بعده. يلا مدينة البترون تعد واحدة من أجمل المدن السياحية في لبنان. شفتوا مشوارنا، أخذنا هيك بين الجبال وآخر شي نزلنا على البحر على مدينة البترون. لأعرفكم شوي على مدينة البترون، هي تعد من أهم المدن السياحية في لبنان. فيها ميناء، رحلات سياحية، فيها شاطئ، فيها مطاعم على البحر، فيها أجواء مميزة هيك كلها ديكورات قديمة. وكثار من السياح تجي تسكن هون بهاي المدينة وتعيش فيها فترات طويلة، ونسبة الأمان بهاي المدينة جدا عالية. وهاي كانت رحلتنا لليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، وحاولت أنظم لكم أفضل الأماكن السياحية في لبنان. وشفتوا كيف منظمة الرحلة، تبدأ من أول مكان تنتهي بآخر مكان وتكفي على بيروت. وأتمنى من جميع اللي شاهدوا الفيديوهات يشاهد كل سلسلة أجمل الأماكن السياحية في لبنان.